متاخره مش مشكله، بس الحساسيه ما لهاش عمر محدد. واحد. اتنين، ان احنا الحساسيه للاسف اكتر في النساء وفي الاطفال. اشياء كثيره جدا، مثلا حساسيه الطعم اكتر في الستات عشان هم يقفوا في المطبخ، عشان هم بيحتكوا بالاطعمه. في الاطفال الصغيرين عشان لسه مناعتهم بتتكون، وبرده احيانا بيلجأوا لمكسبات الطعم واللون والرائحه والاغذيه الغربيه النمط والكلام ده، يبقى عندهم حساسيه طعام اكتر، بحيث ان احنا نقول فعلا حساسيه الطعام ممكن تصيب من 6 على الاقل في المية من اطفالنا بشكل عام، وده برده لازم ناخده في الحسبان. بس في نفس الوقت ممكن ناس كبار يجي لهم حساسيه طعام متاخره. الحساسيه انواع، الحاجات اللي مكتوبه في الكتب اللي هي حساسيه الانف 20% من المواطنين، حساسيه الصدر 10%، حساسيه الجلد بعد كده تقريبا بيبقى ربع الشعب بشكل عام جاله حساسيه جلد ما فتره من حياته. بعد كده عندك برضو انواع بقى من حساسيه الجلد، في الارتكاريا وفي الاكزيما وفي غيرها، ولكن برضو في حساسيه العين موجوده، وفي حساسيات اخرى الناس مش عارفاها. ممكن تجينا حساسيه في الاذن الوسطى، ممكن تجينا حساسيه في المعده، ممكن تجينا حساسيه في الامعاء، في الجهاز الهضمي، في الشرج، ممكن تجينا حساسيه في الامعاء الامعاء تورم ومن جوه وتنسد، ويروح يقولوا عندك انسداد معوي ويشيلوا له جزء من الامعاء ويطلع السبب كان حساسيه. وممكن ما دي برضه موجوده، ممكن حساسيه ثانيه تيجي في ان هو ينزل دم ويجي له انيميا، وبرضه هو ده السبب. في حساسيه ثالثه ممكن تيجي بس دي نادره شويه، ممكن تيجي في الامعاء او القولون ويبتدي يطلع ميه وبطنه تنفخ كلها ميه ويطلع السبب فقط حساسيه وما شخصتش. في حساسيات اخرى برضه لازم الناس تعرفها. انا اول مره يا دكتور في حياتي اسمع حساسيه القولون او حساسيه المعده. طب خد اللي جاي بقى. طيب في حساسيه عصبيه، في حساسيه عصبيه البنت تبقى كويسه جدا، كل ما تقابل خطيبها تقعد تهرش وتورم وشايفها تورم، حماتها تيجي البنت تلاقيها اتشنجت وهكذا. يبقى في حساسيه عصبيه دي بتيجي مع التوتر، ولكن برضه في حساسيه في الجهاز العصبي دي جديده وبنقدمها للعالم كله، ان ممكن ما دام انا ويا ريت فيها هنشوف دلوقتي صوره معانا كيف تحدث الحساسيه، فيلم هيوريك ازاي تحدث الحساسيه وازاي الخليه بتنفجر، وما تنفجر بتطلع المواد الكيمياء اللي بتعمل الحساسيات، فتخليني اعطس او اهرش او حاجه تورم عندي او صدري يضيق او اللعاب عندي يزيد او عيني تورم.